فتخيل بقى الملف اللي قدامك ده جالك النهارده كده زي ما انتم شايفين. ده عقد جاي مثلا، تمام. انا عملت لكم مشروع وهمي عشان نشتغل عليه. فتخيل بقى عقد زي ده جالك النهارده الصبح، ومفروض بقى ان انت هتشمر وتبتدي بقى تطلع الريسكس والحاجه اللي موجوده في العقد. تمام. وزي ما انتم شايفين اهو، ادي الكونديشنز ديلي دامجز وسب كونتراكت برايس وبيمنت تيرم. هنقعد بقى نمسك نشمر ايدينا ونشوف. المفروض نمسك القلم الفسفوري بتاعنا ونقعد بقى نعلم على المشاكل اللي في الدرافت بتاعت العقد ده قبل ما نمضي العقد وقبل ما نبتدي نشتغل، عشان خاطر ما نقعش في المحظور او ما نوقعش شركتنا في المحظور. لكن النهارده مش هنعمل بقى كده. النهارده بقى هنستخدم الاي اي، اللي بدل ما نقعد 3 4 ايام نقرا في العقد اللي انتوا شايفينه ده، بالعكس الاي اي النهارده انا وانت هنقعد ونشتغل بايدينا، وهوريك ازاي في 60 ثانيه هنطلع الثلاث مخاطر اللي موجودين في العقد. طبعا انا عامل لك ده حاجه كده سامبل، عشان خاطر طبعا مش هينفع نشتغل على العقد بتاع ناس او اسامي معروفه، عشان خاطر يعني حق الناس في العقود بتاعتها والسريه. لكن انا عملت لك سامبل هايله جدا زيها زي عقد حقيقي، عشان خاطر النهارده في 60 ثانية بس، بدل ما كنت بتقعد 3 4 أيام تراجع العقد ده، في 60 ثانية ال AI هيطلع لك المخاطر اللي موجودة، الثلاث مخاطر اللي موجودة، والخسائر اللي ممكن اللي تسبب لشركتك بسببها أو يحصل لك مشاكل بسببها، وكمان يحسب لك الخسارة اللي ممكن تجي لك من ورا المشاكل اللي في العقد ده. أنا عايزك بقى يلا تستعد كده، تجيب كوباية القهوة بتاعتك وتركز معايا عشان نبتدي نشوف هنعمل ايه في اول كيس هنشتغلها بايدينا، خلاص، مع كورس المهندس الخارق. تعالى بقى نبتدي الخطوات العملية كده نشتغلها مع بعض. ركز معايا كده بقى عشان نشوف انا هعمل ايه. دلوقتي ده جيميناي اهو، انا فاتح جيميناي. خلاص، انا مشترك في البرو، بس انت لو عايز تجرب على النسخة المجانية انت ممكن تجرب على النسخة المجانية. هنخش بقى ناخد العقد بتاعنا، العقد المكلكع ده اللي كنا بنقعد نقراه في 3 أيام ونجهز ونقعد نوجع دماغنا ونتعب نفسنا ونعلم، ويعدي منا حاجات نلبسها بعد كده بعد المشروع. لا، كل اللي هنعمله هنعمل رايت كليك كده على العقد بتاعنا اهو، PDF بتاعنا. خلاص، هناخده كوبي كده ونخش نرميه لجيميناي هنا، نقول له ايه؟ نقول له بيست. تمام. وهناخد بقى البرومبت السحري ده. خلاص، البرومبت السحري اللي انا عامله ده، اللي هو انا بقول له هناخده كده كوبي الاول. تمام. اللي هو انا بقول له فيه ايه؟ انا بقول له فيه انا عايزك انت تقوم بدوري كسينيور كونتراكت مانجر وفيديك اكسبرت. خلاص، ان انت تعمل ابلودنج للعقد بتاعنا اللي احنا عاملينه. خلاص، وتحلله وتطلع لي الريسك ديتكشن والميسنج بروتكشن وريد لاين ريرايت البيمنت تيرم بتاع كلوز 8.1. خلاص، انت هتاخد القصه دي وتروح واخده كوبي كده زي ما هو. تمام. ونروح رامينه هنا في كنترول في، هنا نرميه جوه الجيميناي، وهندوس هنا كده. خلاص، هو دلوقتي بيحلل العقد زي ما احنا شايفين كده. بص بقى دي النتيجة اللي طلعت لي. خلاص، بعد ما فيش اكتر من 10 ثواني. خلاص، بص بقى اول حاجة طلع لي ايه؟ طلع لي الهاي ريسك ديتكشن، هو طلع لي اكتر حاجة خطر خلاص جوه العقد، ومسك لي في كلوز 6.2 6.3، وركز لي على كلمة ايه؟ payment is strictly conditioned upon receiving of corresponding payment from the main employer. تمام. مسك لي على الحته المهمه دي جدا، وشرح لي بقى، قال لي ايه الخطر بقى اللي موجود هنا. قال لك بقى الخطر اللي موجود هنا ايه؟ الخطر اللي موجود ان هو ده بينقل المخاطر كلها ليك انت بنسبه 100% في حاله ان الامبلوير نفسه فلس. يعني لو الامبلوير فلس انت مش هتاخد فلوسك كسب كونتراكتور، فهو هنا ملبسك انت المخاطر، انا هقبضك باك تو باك. بس لو الامبلوير فلس انت هتلبس الفلوس دي كلها ايه؟ هتاخدها وهتبقى انت اللي متدبس فيها. تعال ننزل بقى على رقم 2 اللي هو اكتشافها كده حاجه اسمها untapped liability، يعني مسؤوليه غير محدوده. اكتشف هو في كلوز 10.2 بيقول لك the contractor's liability shall not be limited unless expressly stated. دي جمله او كلوز خطير جدا، ممكن يوديك في داهيه او يحبسك. تعالوا اقول لكم مثال كده الكلوز ده ممكن يعمل فيك ايه. تعالى نتخيل مثلا ان الشركه اللي هي بتاعت المقاولات اللي موجوده عندنا هنا دي، خلاص، واحد شغال فيهم مثلا سقف معلق فول سيلينج، والراجل ده وهو بيعمل لحام، اللحام ده وقع منه جزء على المول اللي هم شغالين فيه ده، والمول كله اتحرق. تكلفة إصلاح المول حوالي إيه؟ 50 مليون جنيه. هنا الكلوز ده بيسمح للمالك إنه يدفع
المقاول اللي هو ممكن يكون أصلًا عقده ب1.000.000 جنيه والّا ب10 مليون جنيه يدفّعه 50 مليون جنيه عشان هو غلط غلطة. فهنا بيقول لك إن الrisk إن أنت تقول له إن الcap بتاعي أو الliability بتاعتي ما تتعداش 110 من الcontract price. هنا بقى النقطة كمان بقى اللي أبهرتني أوي، واللي يبين لك إن الAI ده فاهم مش حافظ. أنا تعمدت في الprompt اللي أنا أكتبه أقول له غيّر لي الpayment term اللي موجودة في clause 8.1. راح هو رادد عليّا بقى هنا وهو بيعمل لي redlining. بيقول لي إيه بقى، بيقول لي note the user requested to rewrite clause 8.1 payment terms are located in clause 6. Below is the red line for clause 6 to ensure fairness. شوف بقى هنا، هو هنا لو هو غبي أو هو ما بيفهمش أو هو واحد أو هو مجرد بوت عادي كان هيعمل إيه؟ كان هيخش على الكلوز 8.1. والعلم كلوز 8.1 ده لو وريته لكم أهو ده بيتكلم عن الترمينيشن. خلاص؟ هيخش يلغي بند الترمينيشن ويروح قلبه لك بند بيمنت. لكن هو خد باله هنا إن أنا كاتب إن أنا عايز أعدل البيمنت. قال لي أنا عدلت لك البيمنت بس عدلته لك في 6 مش في 8 عشان أصلا 6 هو بتاع البيمنت مش 8. وهنا راح داخل كاتب لك صيغة التعديل إن أنا مش هنخلي البيمنت باك تو باك مع الامبلوير. لا ده أنت هتغير الصيغة وتقول له إيه إن في خلال 45 يوم من الابروفال بتاع الإيه بتاع المستخلص بتاعي. طب تعالوا نعكس الآية. تخيل إن أنت كايرو تاور اللي هو الامبلوير أو المين كونتراكتور. خلاص. وسمارت بيلد بتهددك إن هي هتوقف الشغل. قلت له اكتب لي جواب أهو نوتس أرد عليهم أقول لهم إيه لما يجوا يقولوا لي إن إحنا هنوقف الشغل due to البيمنت ديلي والسايت ايشوز. تمام. خلاص كتب لي جواب عنوانه formal notice rejection of suspension and warning of material breach. تمام. جينا بقى هنا في الحته كتب جمله حلوه قوي. قال لهم ايه you threatened course of action is legally business. بيقول لهم ان التهديد بتاعكم اللي انتوا عملتوه ده ملوش اي سند قانوني لان هو راح لكلوز 6.4. خلاص. والكلوز ده مش مديك الحق. خلاص. او اكسبليسيف ويف بيقول لك ايه any rights to suspend the work due to non-payment you contractor agreed that payment disputes do not justify a halt in production. انتوا سبتوا الكلوز ده والكلوز ده لبسكوا في ان انتوا لو حصل اي مشكله في البيمنت ما تقدروش ان انتوا توقفوا الشغل. راح رازعهم جواب محترم. خلاص. وكاتب لهم فيه وعمل ريفير لكل الكلوزز اللي في العقد بحيث ان انت ما حدش يبقى لوي دراعك وترجع بسهوله تقدر ترجع للكلوزز من غير ما ما تقعد تمسك العقد واحده واحده. يا جماعه بجد يعني انا شايف ان ده ابهار. انا شايف النهارده ان المهندس اللي بيقعد يفتح عقد ده بيضيع وقته. ده بيضيع وقت الشركه. ده بيضيع البيزنس. النهارده مش محتاج توصل لكل ده. النهارده الدنيا اتغيرت بشكل مختلف. طيب تخيل بقى وانت قاعد كده خلاص جالك الميل ده من المقاول انا هوقف الشغل. خلاص we are writing this email to tell you that we cannot work. احنا مش هنشتغل. the site is full of debris و other contractor. في مخلفات كتير وفي مقاولين كتير وهنستنى we wait 10 days واحنا بقالنا 10 ايام ما بنشتغلش. وال equipment is idle we are losing money every day. يعني تخيل جالك بقى ميل زي ده الميلات اللي بتخضك وانت قاعد انا هوقف الشغل. طبعا ده اكتر ميل بيبقى ايه بيبقى مرعب. هاخد انا الايميل ده كده زي ما هو. خلاص. تمام. وهاخد الايميل ده كوبي. خلاص. وهخش او ممكن كمان اعمل حاجه اسهل من كده. ده انا هاخد البي دي اف. انا عامل الايميل بي دي اف. تمام. هاخد الايميل اهو ادي الايميل اهو. هاخد الايميل ده بي دي اف واخش على نفس الفولدر اللي انا فاتحه ومديه للجيميناي ريفرنس واقول له كنترول بي هينزل معايا. وهاخش اكتب له البرومبت السحري ده وشوف هيقول لي. بقول له بقى ايه شوف انت هتعمل ايه مع المقاول ده. ترد عليه تقول له ايه ورجع العقد وشوف هل هو من حقه ولا مش من حقه. اتصرف انت ايه كاني بقول له ايه اتصرف انت معاه. تعالوا نشوف هو هيرد علينا يقول لنا ايه. هو بدأ خلاص اهو يحلل الايميل وبدأ يحلل اللي بيحصل وبيعمل لي هو drafting contract response. هيرد عليا بطريقه contractual وبيحلل الاوبليجيشن اللي موجوده وبيشوف هيرجع يريفير لاي كلوز في العقد وبدا يرد عليا. هو الراجل رد عليا فورمال ريسبونس اهو نوتس اوف ديلي ريجكشن سسبنشن. خلاص. ومانجر بتاع سمارت بيلد كومباني وقال لك ان ده من الكونتراكت ديبارتمنت. قال له بقى ايه قال له وي ار ريسيت يور ميل ريجاردنج سايت اكسس. كاتب له التفاصيل. بص بقى الايميل كانك انت اللي كاتبه. قال له لا احنا بنرفض الكلام اللي انت بتقوله ده. ورجع له الرفض ده ان في بيمنت ايشو في كلوز 6.4 وكتب له التفصيله any right to suspend the work
جواب تعاقدي طلع في النو تايم. خلاص، وقال له انا بريجكت الديلي بتاعك وال50,000، ورجعه برضو لكلوز 3.3 و3.4 زي ما احنا بنكتب في جواباتنا. انت يعني بتعمل خلاص، احنا قاعدين اهو بنرغي مع بعض، انا بكلمك اهو، وادي الميل اتكتب والرد اتكتب، وانا ما بذلتش اي مجهود. اه طبعا انا مش بقول لك خد الكلام ده كوبي بيست وارزعه، ولكن على الاقل انت معاك درافت ايميل دلوقتي، انت تقدر تقراه وتتاكد ان كل المعلومات اللي فيه صح، او لو عايز تعدل اي اسلوب او اي حاجه، وتقدر تستخدمه ان انت ترد، بدل ما كنت بتقعد تاخد وقت قد كده عشان ترجع للعقد وتشوف كلوز كام، وتشوف ايه الكلوز اللي ينفع مع الايميل بتاع السب كونتراكتور ده. طبعا يعني انا شايف طبعا ان ده اتشيفمنت وسرعه وحاجه مش طبيعيه. اللي انا عملته ده يا جماعه مش سحر خالص، دي تولز مجانيه انت تقدر تستخدمها، هتسهل لك شغلك، هتساعدك ان انت تنجز. احنا قعدنا اهو في دقايق معدوده حللنا العقد بتاعنا، وردينا على كارثه كانت ممكن توقف المشروع، في كل ده في دقايق معدوده، احنا ما خدناش وقت. لو انت بقى عجبك الموضوع، خلي بالك بقى اللي انا اديتهولك ده دي مقبلات. لسه بقى الحلقة الجاية إن شاء الله هديكوا بقى الوحش الكبير نوت بوك ال ام، وازاي مثلا نحول بقى العقد بتاعنا ده لبودكاست نسمعه واحنا ماشيين في العربية لو العقد كبير وما عندناش وقت ان احنا ايه، ان احنا نقعد نقرا او نقعد نعمل الكلام ده. خليك بقى كمان تسمع العقد ده في العربية وانت ماشي. خلاص، والكلام ده برضو في ثواني معدودة، مش هناخد وقت، هيبقى كله بتولز مجانية. فلو انت عايز فعلا تكمل معايا وعايز ننزل الفيديو اللي بعد كده، انا عايزك تفعل الجرس، وعايزك تعمل لي لايك على الفيديو، وتعمل له شير لكل اصحابك المهندسين اللي يحبوا يستفادوا بالكلام ده كله، عشان تبقى مهندس خارق بدل ما انت تبقى مهندس عادي. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية.